نعطي الكلمة للدكتورة نهاد فخير الناطقة الرسمية للمنظمة لإعطاء نبذة عن المسيرة الخضراء المضفرة، فلتتفضل مشكورة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسعدني في مستهل هذه الكلمة أن أتوجه بشكر خاص للسيد نبيل وزاع الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ولجميع أسرة المنظمة. كما يسرني أن أتقدم بخالص شكري للحضور الكريم كل باسمه وصفته، ولجميع جنود الخفاء الذين سهروا على تجنيد هذا المكان ليصبح أهلا للحوار. حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أتقدم إلى حضرتكم بنبذة عن المسيرة الخضراء، حيث يخلد الشعب المغربي غدا الأحد بمظاهر الفخر والاعتزاز الذكرى 47 لإعلان جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم المسيرة الخضراء المضفرة، والتي شارك فيها 350,000 مواطن، من بينهم 10% من النساء من جميع مناطق المغرب. سلاحهم الوحيد هو القرآن الكريم والعلم الوطني. ويمثل هذا الحدث المتجدر في تاريخ المملكة المغربية الشريفة منعطفا حاسما في مسار الكفاح من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، ومناسبة للتأكيد الجماعي المتجدد على مغربية الصحراء. ففي 16 أكتوبر من سنة 1975 أعلن جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه عن تنظيم المسيرة الخضراء، والتي شكلت سابقة في تاريخ التحرر بالاستعمار واسترجاع الصحراء التي لم تكن إلا أرضا مغربية تربط سكانها روابط تاريخية وعلاقات بيعة مع الدولة المغربية. ولقد أعلن المغفور له عن انطلاق المسيرة الخضراء يوم 5 نوفمبر 1975 من خطابه الشهير، وهو يقول: غدا إن شاء الله سنخترق الحدود، غدا إن شاء الله سننطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطأون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. فاختياري لهذا المقتطف لم يكن اعتباطيا، وإنما لما يحمله هذا الأخير من رسائل ودلالات كبيرة، ناهيك عن تزامن إعلان جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء مع إصدار محكمة العدل الدولية بلاهاي لرأيها الاستشاري حول الصحراء، والتي أكد فيها هذا الواقع وكرست شرعية مطالب المغرب لاسترجاع أراضيه في اعتراف دولي لا يقبل الاجتهاد أو التأويل. وحسب ما جاء به قائد هذه المسيرة الخالدة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني في خطابه الموجه للأمة بهذه المناسبة: بقي لنا أن نتوجه إلى أرضنا الصحراء فتحت لنا أبوابها قانونيا. اعترف العالم بأسره بأن الصحراء كانت لنا منذ قديم الزمن، واعترف العالم لنا أيضا بأنها كانت بيننا وبين الصحراء روابط. شكلت تعبيرا رسميا للاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وعدالة القضية الوطنية. كما شكلت المسيرة الخضراء المضفرة محطة تاريخية ذات دلالات عميقة تؤرخ لصفحات مشرقة من النضال الذي خاضه المغاربة ملكا وشعبا، وفي مسيرة تحقيق واستكمال الوحدة الترابية، وحدثا يلهم الأجيال في النضال من أجل إعلاء صروح المغرب الجديد وتعزيز مكانته المتألقة وأدواره الرائدة بين الأمم والشعوب. وفي الختام أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم.